في الجزء ده هتكلم على الباينري تري كواحدة من أشهر التصنيفات في التريز وأشهر الداتا ستراكشرز في الكمبيوتر ساينس. الباينري تري كل نود فيها بيكون عندها at most 2 children، عندها 2 children كحد أقصى. أوكي، بيكون عندها special نود اسمها الروت نود اللي هي أول نود، وعندها left subtree و right subtree. الليفت سب تري والرايت سب تري هما كمان باينري تريز، يعني كل نود في الليفت سب تري بيكون عندها at most 2 children، فهي برضو عندها left sub tree وعندها right sub tree. من هنا بقى أصبح recursive definition للباينري تري. الباينري تري النودز اللي فيها يا إما بقول عليها leaves أو بقول عليها internal nodes. إمتى بقول على النود دي leaf node؟ لو النود ما عندهاش أبناء زي كده مثلا، ما عندهاش left وما عندهاش right، بنسميها leaf node زي النودز اللي باللون الأحمر دي. كل دي leaves أو بنسميها terminal nodes. أوكي، ولكن أي نود غير الليفز بنقول عليها internal node أو branch node زي ما هو واضح في الشكل اللي قدامكم. أوكي، ويكون عندنا برضو الروت نود اللي هي أول نود في التري اللي هي موجودة في ليفل 0. يعني إيه ليفل 0؟ تعال نفهم يعني إيه الليفل بتاع النود أصلا. الليفل بتاع النود احنا بنرسم ليفلز، كل مجموعة من النودز بيكون موجودين في ليفل معين بحيث نسهل الاناليسيز للباينري تري. اوكي، فاول نود اللي هي الروت نود بتكون موجودة عند ليفل 0 دايما، بعد كده بننزل ليفل كمان علشان نعبيه بالنودز، وهكذا لحد لما نوصل للماكسيمم ليفل في الباينري تري دي اللي هو 3. يعني ازاي بنحسب الليفل بتاع النود؟ لو انا عايز احسب ليفل للنود 4، ده معناه ان انا هحسب عدد الايدجز من اول الروت نود لحد ال4 دي. فانا عندي كام ايدج؟ 2، وبالتالي هي في ليفل 2. اوكي، وهكذا برضو لو عايز احسب الليفل بتاع ال5، فانا هحسب number of edges اللي من اول الروت نود لحد ال5 اللي هم 3، وهي عشان كده هي في الليفل 3. اوكي، طيب في مصطلحين مهمين اللي هما ال descendants وال predecessors. ال descendants اللي هما الأحفاد. لو أنا عايز ال descendants بتوع الاتنين، كل التري اللي تحت الاتنين سواء left sub tree أو right sub tree مع بعض كده بنسميهم descendants للاتنين أو أحفاد للاتنين. أوكي، بس هي علشان ما عندهاش left sub tree فاحنا هناخد ال right sub tree بس اللي هم 4 5 6. طيب ال descendants بالنسبة للواحد هاخد كل اللي تحت الواحد سواء left sub tree أو right sub tree، فهتكون بالشكل ده 2 3 4 5 و6. ده معنى descendants. اوكي، طيب بالنسبة بقى لل predecessors أو بنسميها ancestors. ال predecessors بتوع النود هما ايه؟ الأجداد بقى أو الناس اللي قبلي. يعني مثلا لو أنا عندي 4، فالناس اللي قبلي اللي هما اللي وصلوني لل4 من أول الروت لحد ال4 هما مين؟ هما الواحد والاتنين، فهم دول بالنسبة لل4 هما ال predecessors بتوعها. طب بالنسبة مثلا لل5، ال predecessors لل5 هما دول. اوكي، اللي هما الواحد والاتنين وال4. ده معنى predecessor ومعنى descendants. خلونا نروح نتكلم على الهايت والدبس. الهايت بتاع نود معينة هو ان انا بحسب عدد الايدجز في اطول باص يوصلني لليف نود. يعني انا مثلا لو عايز احسب لل4 دي الهايت هيكون ازاي؟ لو اخدنا السب تري دي
هنا في 6 8 و6، فهنا في 8 6 وهنا في 1 3 4. ان انا احسب الهايت للسب تري دي، ده معناه ان انا بمشي من بداية النود اللي هو محتاج ليها الهايت لحد لما اوصل لليف نود، بس ان انا اخد اطول مسار بقى. يعني انا لو مشيت في المسار ده هوصل للليف نود اللي هي التلاتة، ولكن انا همشي في اطول مسار بقى بحيث ان انا اجيب الهايت او الارتفاع بتاع النود دي او ارتفاع السب تري دي بقى. اوكي، لانه السب تري دي كلها روتد بالاربعة، او الاربعة هو الروت بتاعها، صح كده؟ وبالتالي الهايت بتاع السب تري دي هو 2. ليه؟ لانه الهايت انا بحسب عدد الايدجز في اطول مسار من اول النود ان اللي انا عايز اجيب لها الهايت لحد ما اوصل عند ليف نود، انا باخد اطول مسار. اوكي، بالنسبة بقى للدبث، العمق بتاع النود عن الروت نود، فاهمين؟ يعني انا مثلا لو عند سطح البحر، اوكي، هنزل عمق كام؟ اكس. فالعمق ده حسبناه ازاي؟ المسافة من اول سطح البحر لحد العمق اللي انا فيه، فهو ده معنى دبس. فعليا احنا بنعمل كده في الباينري تري. انا عايز مثلا احسب الدبس بتاع الاربعة، فانا بحسب الاربعة موجودة على عمق كام من بداية الروت نود، فهي موجودة على عمق كام؟ على عمق 1، يبقى الدبس بتاعها 1. ده ليه؟ علشان هي يعني انا ببعد عن الروت نود كام ايدج، فاهمين؟ فاحنا ممكن نبسط الديفينيشن بتاع الدبس ان هو الليفل بتاع النود. لو انا عايز مثلا احسب الدبس بتاع التمانية مثلا، فهو الليفل بتاع التمانية اللي هو التلاتة، فاهمين كده؟ فمعناه انا ببعد عن الروت نود كام ايدج، فاهمين كده؟ اتمنى يكون الفكرة بين الدبس والهايت واضحة بس. طيب لو انا هجرب مثلا على الاتنين، فاحسب الهايت بتاع الاتنين ان انا بمشي من اول الاتنين لحد لما اوصل عند ليف نود في اطول مسار، فاذا الهايت بتاع الاتنين بيساوي كام؟ بيساوي 1. لو انا هجيب الهايت بتاع السب تري دي، انما الدبس بتاع الاتنين برضو 1 لان انا بمشي ببعد كام عن الروت نود؟ برضو 1، فاهمين كده؟ طيب عايزين نطلع كده بكام ملاحظة. ان الهايت بتاع التري هو لما اقول لك هات لي الهايت بتاع الروت نود، ارتفاع الروت نود معناه ايه؟ معناه احسب لي الهايت بتاع التري. اوكي، فلو انا بحسب الهايت بتاع الروت نود، فانا بمشي في اطول مسار، اطول باص يوصلني لليف نود اللي هو ده، ماشي؟ فبعد فيه نمبر اوف ايدجز اللي هما 3، فاذا الهايت بتاع التري دي بيساوي 3. ماشي، تلاحظ ان احنا نزلنا عند ماكسيمم ديبث، اقصى عمق. فانا علشان اجيب الهايت بتاع التري بنزل فعليا لاقصى عمق في التري اللي هو الماكسيمم ديبث، فاذا الهايت بتاع التري بيساوي الهايت بتاع الروت هو الماكسيمم ديبث هو الماكسيمم ليفل. اوكي، اتوقع دول دلوقتي واضحين يعني. طيب بالنسبه بقى للديبث بتاع الليف نود، لو انا عندي ديبث لليف نود زي مثلا الست، هي على العمق كام الستة؟ العمق بتاع الليف نود دايما بيكون بيساوي الماكسيمم هايت. يعني مثلا هنا الدبس بتاع الليف نود دي في اطول مسار طبعا، يعني أنا لو عندي ليف نود في اطول مسار العمق بتاعها بيكون ايه؟ بيكون بيساوي الماكسيمم هايت، صح؟ او الهايت بتاع التري، سوري. ماشي، فالدبس بتاع الستة بيساوي الهايت بتاع التري، الدبس بتاع التمانية بيساوي الهايت بتاع التري، فاهمين كده؟ طيب خلينا نتكلم على الحتة دي آخر واحدة، الدبس بتاع الروت بيساوي 0. وده فعلا لأن أنا لو موجود على سطح البحر ده معناه إن أنا راكب في المركب هنا، فحرفيا أنا مش بنزل في عمق، فالعمق بتاعي ب0. ماشي، أتمنى يكون الفرق ما بين الهايت والدبس واضح يعني. طيب خلينا نتكلم على الماكسيمم هايت بتاع الباينري تري. لو أنا عندي مجموعة نودز مثلا n ب5، فأطول هايت
في التري ان انا ارسم التري بتاعتي، الباينري تري بتاعتي كانها كده لينكد ليست بالشكل ده، او ارسمها بالشكل ده، او حتى الشكل ده. فكل ده بيدينا الماكسيمم هايت بتاع التري اللي هو برسمها في وان باس كده، مسار واحد. تمام. فده بيسموه degenerate binary tree. يعني ايه degenerate binary tree؟ يعني كل نود في الباينري تري بيكون عندها one child ما عدا الليف نود، لان الليف نود ما عندهاش ولا تشايلد، صح كده؟ طيب لو انا حبيت احسب الهايت بتاع الديجنريت باينري تري فهو دايما بيكون n-1، لان انا اتفقنا ان الهايت بتاع التري ان انا بنزل اطول مسار يوصلني لليف نود، فهنا اطول مسار بكام؟ ب n-1، لان انا بعد عدد الايدجز او اللينكس. تمام كده. فعندنا مثلا الشكل ده اللي هو ليفت سكويد او حتى رايت سكويد، او ان احنا بنعمل زجزاج كده. خلينا نوظف الكلام ده كله في الديفينيشنز اللي جايه. يعني ايه saturated level او بنسميه الماكسيمم نمبر اوف نودز؟ لو انا عندي ليفل في اكبر عدد من النودز بنسميه saturated level. يعني الليفل ده لازم يحتوي على الماكسيمم نمبر اوف نودز. يعني مثلا ليفل 0 دايما بيكون فيه نود واحده بس اللي هي الروت، فده اقصى حاجه ممكن يشيلها، فبنسميه saturated، هو مشبع هنا. فاهمين؟ كذلك الليفل اللي بعده منطقيا كده لازم يعني لو شال نودز فهيشيل اقصى حاجه 2. ليه؟ لانه الليفل اللي جابله فيه 1 نود، وبالتالي هي اصلا هيتفرع منها كام نود؟ ماكسيمم 2. فعلشان كده الليفل اللي بعده هيكون فيه 2 نودز، فبنسمي الليفل اللي فيه maximum number of nodes saturated. طيب تعالى نثبت حاجة كده هنا. لو أنا عندي binary tree، فبص للستيتمنت دي، maximum number of nodes at level L in binary tree بيساوي 2 to the power L. يعني في level 0 أنا عندي كام نود؟ 2 أس L، 2 أس 0 اللي هي بواحد. في ليفل 1 عندي كام نود؟ 2 أس 1 ب2. في ليفل 2 عندي كام نود؟ 2 أس 2 اللي هو ب4. احنا بقى عايزين نثبت الكلام ده صح ليه، او ليه ده شغال يعني. ببساطة خليك عارف ان احنا دايما لما بننزل لليفل بنضرب في 2، نضرب عدد النودز في 2. منطقيا كده انا عندي هنا 1 نود، لما انزل في الليفل اللي بعده هتتفرع ل2 نودز، صح؟ فلو زادت في اقصى زيادة هتزيدها 2 في 1 اللي هو عدد النود اللي جابلي، عدد النودز اللي جابلي، وبالتالي هتكون 2. طب اللي بعدها هتكون 2 في 2. فدايما انا لما انزل في الليفلز بضرب في 2، صح كده؟ طيب علشان نثبت الستيتمنت دي، الكلام ده صح عند ليفل 0 بس. لحد دلوقتي انا واثق ان هو صح. ليه؟ لانه 2 اس اي حاجه اي حاجه اس 0 سوري، اي حاجه اس 0 بتساوي 1. فالكلام ده ترو لاول ليفل بس لحد دلوقتي. طب تعال نفترض ان هو ترو عند ليفل كي. يعني مثلا عند ليفل كي الماكسيمم نمبر اوف نودز بيساوي 2 اس كي، صح كده؟ طيب المفروض بقى لو انا في النكست ليفل اللي هو مين؟ كي بلس 1، المفروض الماكسيمم نمبر اوف نودز يكون كام؟ 2 اس كي بلس 1، وده معناه ان هو بيساوي 2 اس كي في 2. خلاص بروفن. اوكي. ليه؟ لان أنا لو كي مثلا بواحد فده معناه ان انا واقف هنا ده الكي بواحد، فالكي بلس 1 انا مفترض انه دي 2 اس كي، ده النمبر اوف نودز، فالكي بلس 1 هيكون كام؟ هيكون 2 في 2 اس كي، وده اللي احنا اثبتناه هنا. فاهمين كده؟ ومن هنا بقى نقدر نحسب الماكسيمم نمبر اوف نودز في الباينري تري، لان انا عارف ان في اي ليفل عدد النودز 2 اس ال، 2 اس الليفل. فعند ليفل 0 2 اس 0، عند ليفل 1 2 اس 1 زائد 2 اس 2، وهكذا لحد ما اوصل ل 2 اس اتش ارتفاع التري.
فده الماكسيمم نمبر اوف نودز اللي هو السميشن بتاع كل ده. فاذا ان هنا بتساوي السميشن من اول ليفل 0 لحد الاتش 2 اس ال. طبعا الفكة دي مشهورة، لو انا عندي ثابت وعندي هنا مرفوع له اس نفس القيمة اللي هنا، فبيكون بيساوي كام؟ 2 to the power h plus 1 minus 1، وهو ده الماكسيمم نمبر اوف نودز في باينري تري كل الليفلز اللي فيها saturated او مشبعة. باي ذا واي دي اسمها perfect complete، او ممكن نسميها على طول perfect binary tree، ان كل الليفلز ايه؟ مشبعة. ماشي، تعال نتكلم بقى على الماكسيموم هايت والمينيموم هايت للباينري تري. احنا دايما الباينري تري بتاعتنا لو عندنا فيها عدد معين من النودز بنرسمها بشكل عشوائي. اسوأ حاجة ممكن تحصل ان احنا نرسمها بالشكل ده كلينكد ليست، انها تكون ديجنريت، صح؟ ولكن لو احنا رسمناها بالشكل ده بحيث انها تاخد اقل هايت، ده اكيد هيكون افضل. ليه؟ علشان ان انا ادور، فلما ادور على نود معينة او احذف نود او اضيف نود، ده معناه ان انا هنزل لهايت مش كبير، صح؟ فانا بقى محتاج اعرف ايه هو المينيمم هايت وايه هو الماكسيمم هايت. الحتة دي تريفيال، ان انا احسب الماكسيمم هايت للباينري تري بيكون n minus 1، صح كده؟ طيب n minus 1 ليه؟ لان انا النودز بتاعتي بتمشي في الهايت ده، فانا عندي الايدجز بتاعتي بيساوي n minus 1 وانا بعد عدد الايدجز، صح كده؟ فدي سهلة. عايزين بقى نثبت ان المينيمم هايت للباينري تري هو log 2 ل n plus 1 الكل سيلينج minus 1. طيب احنا كده كده عارفين انه عدد النودز في الباينري تري، او سوري بقى البيرفكت باينري تري اللي هي كل الليفلز ساتوريتد بالشكل ده، بيكون بيساوي كام؟ الماكس نودز، الماكسيمم n بيساوي 2 to the power h plus 1 minus 1، صح كده؟ بس الكلام ده للبيرفكت باينري تري بس. لكن لو انا عندي باينري تري عادية زي كده، ممكن اخر ليفل ما يكونش فيه نودز، صح؟ فانا عايز اعرف هو ايه هو الماكسيمم نمبر اوف نودز. فمن هنا بقى انه الكلام ده مش صح لو الباينري تري بتاعتي فيها مثلا جزء ناقص كده. فانا عايز احسب الماكسيمم نودز لاي باينري تري. من هنا بقى نقول انه n اقل من او بتساوي 2 to the power h plus 1 minus 1. كده المعادلة دي هتكون صح لأي باينري تري. طيب دي احنا لسه ثابتينها دلوقتي، انه دايما عدد النودز الماكسيمم نودز في الباينري تري بتكون 2 to the power h plus 1 minus 1. طيب دلوقتي انا ممكن اقول n plus 1 اقل من او بتساوي 2 to the power h plus 1. ممكن ناخد log للطرفين، log 2 ل n plus 1 اقل من او بتساوي h plus 1. اذا ال h بتساوي log 2 ل n plus 1 minus 1. الفانكشن اللي هي اللوج 2 دي بترجع لي ايه؟ قيمة ممكن تكون فراكشن، ممكن يكون فيها كسور، ممكن 3.5 2.5 كده، بس الهايت بتاعي بيكون ايه؟ بيكون رقم صحيح انتجر، اللي هو الهايت 3 2 وهكذا. فعلشان كده احنا بنعمل السيلينج، وبكده يكون الهايت بتاع الباينري تري لأي باينري تري بقى فيها عدد معين من النودز هو بالقانون ده. يعني لو عندي باينري تري فيها مثلا 4 نودز، فهنعمل log 2
4 زائد 1 ده هيدينا يعني تقريبا كده ايه 3 وشوية او سوري 2 وشوية، 2 وشوية كسور كده. هعمل له سيلينج هيكون 3، اطرح منه 1 هيكون 2، وده فعلا الهايت بتاع الباينري تري، او مش الهايت بقى، المينيمم هايت بتاع الباينري تري اللي هو اقصر هايت ممكن اوصله. تمام كده. وطبعا ده مهم ان احنا نحاول دايما نوصل لاقل هايت علشان نحسن من عمليات زي السيرش او الديليت او حتى الانسيرت. اوكي. بصوا المعادلة دي ممكن تاخد الشكل ده، برضه هتكون صح. log 2 للn معمول لها فلور كده. لو جربت المعادلة دي هتعرف ان هي شغالة، بدل ما انت ايه، بدل ما تقعد تزود 1 هنا وتطرحه هنا، يعني انت كونك بتزود 1 هنا وترفع للسيلينج وتنقص 1، هي كأنك عملت الفلور، يعني الفلور للوج ان. اوكي. لو جربت المعادلتين دول هتلاقيهم شغالين. بس وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.